هتزرعها ويجيب لك مقاس العدسه اللي في الملف والعدسه اللي هيديها لك عشان ما يحصلش غلط. تمام. حصل بقى ساعتها ان كنت هعمل العين السليمه مش العين، وانقذني الكلام ده. الحقيقه قلت لا هم الصح. قبل كده كنت زعيم المعارضه في الموضوع دهوت، درست جوده ودرست جوده في الجامعه الامريكيه، وكنت الماسك المشروع دهوت، وبقينا اكريديتد بالجي سي اي وري اكريديتد مره ثانيه. كنا اول مستشفى في افريقيا مثلا. جميل. دكتور اسامه، الغرض من المؤتمر الاستفاده الخاصه بالطلبه وخريجي كليه الطب ولا هناك اغراض اخرى؟ هو مبدئيا تاد بتهدف لنشر افكار. فتاد ماد احنا بننشر افكار طب في المجال الطبي. كويس. والشعار بتاعنا السنه دي في تاد ماد ان احنا بنتكلم عن المنظومه الصحيه، تطوير المنظومه الصحيه يعني في العالم وبالتالي في مصر. كويس. فاحنا كان في يعني بنذيع بث حي من امريكا، الناس بتتكلم عن من خلال السكايب؟ لا، من خلال يعني احنا بعتنا من سنه كان رامي هو اللي بعت لتاد ماد ان احنا عايزين احنا عشان جمعيه علميه طلابيه ان احنا ناخد حقوق البث الحي عندنا في بنها. تمام. السنه الجايه اللي هو كان السنه دي. فاحنا زعنا الكلام ده من السايت بتاعهم، هم بيدونا رقم احنا بنخش من خلاله بنذيع كويس المؤتمر. وكان في دكاتره زي دكتور محمد انور كان مشرفنا امبارح. تمام. وكان في برضه حتى طالبه في كليه الطب بتتكلم عن تجربتها، ودي بتساعد الطلبه حتى من يعني عندنا حضور من سنه اولى لغايه يعني دكاتره. يعني تمام. ما هو ده السؤال هنا المستفيد الطلبه والخريجين. هنا الاستفاده او الهدف الرئيسي هو الفائده اللي تعود على الطالب والخريج واكتساب الخبرات وخلافه من الامور المختلفه على العاملين في المجال الصحي، يعني مش مقتصر على الطب. يعني ثواني، مش يعني معنى كلامك كده ان ممكن ممرض يبقى حاضر؟ في تمريض، صيدله، طب اسنان، ده كله يعني في لب الموضوع يعني. كويس. هو ده اساس الموضوع. طيب المؤتمر مدته قد ايه والاستفاده ممكن تحقق نتيجه قد ايه؟ يعني لازم يبقى في كده زي ما نقول استبيان او تقييم للموضوع. اكيد. هو احنا كان المؤتمر بيذاع في امريكا على مدار 3 ايام من يوم 10 ليوم 12 11 و12 سبتمبر. احنا عشان مش هينفع ان احنا نجيب مكان افيلابل ان احنا نبث ال3 ايام، وفرق التوقيت ما بيننا وبين امريكا كان عامل مشكله، فقلنا ان احنا هناخد يوم 12 بس، بحيث ان احنا هنبث السيشنز او جلسات اللي هي بتتعمل في اول يومين دول حاجه اسمها اون ديمون تحت الطلب. احنا بنطلب ان احنا هنذيعها بوقتنا احنا. فبدانا بيها اليوم امبارح، وبعد كده كملنا اليوم من اللايف بتاع اليوم الثالث، الحاجه اللي هي مباشر من يوم الثالث. ده بالنسبه للمؤتمر. المؤتمر احنا جينا عندنا من الساعه 10 صباحا للساعه 8 مساء. كان على مدار حوالي كان في عندنا 4 سبيكرز ناشونال اللي هم هنا من مصر. كان دكتور محمد انور، كان دكتور محمد زعزوع، دكتور احمد الدجدج، يارا ناصر دي طالبه برضه في سنه 6. هل الجمعيه الطبيه لعبت دور كبير في المؤتمر ولا لا؟ الجمعيه العلميه بتاعتنا الجمعيه العلميه كانت بتجهز للمؤتمر من حوالي 3 شهور او اكتر. يعني عمليه تنظيميه اكتر؟ عمليه تنظيم المؤتمر كامل. وتوفير المكان، توفير البث الحي نفسه، الاكسس اللي احنا خدناه من تيد ماد. يعني على طول بكلمهم بايميلات مباشر، نسالهم على حاجه، طب في تفصيله فلانيه، طب سرعه النت عندنا مثلا كذا تنفع ولا لا، طب احنا محتاجين مكان تاني. الكلام ده كان كله مناقشات بيننا وبينهم لحد ما وصلنا للمكان اللي احنا عملنا فيه المؤتمر امبارح. كويس. ساعدنا في الموضوع برضو رئيس الجامعه استاذ الدكتور علي شمس الدين، وسياده محافظ القليوبيه الباشمهندس محمد عبد الظاهر. كويس. وفروا لنا المكان بصراحه وساعدونا كتير في الموافقات جميل. اختيار الاطباء المتحدثين جه على اي اساس؟ احنا كان عندنا سبيكر ابلكيشن، او اللي هو فاتحين طلب لو حد عاوز يقدم يبقى متحدث. وده ملاها حوالي 4 أو 5 سبيكر. اخترنا منهم 2. وكان في سبيكر تانيين احنا اللي حاولنا نوصل لهم. احنا حاولنا نوصل للدكاتره. كان المفروض معانا دكتور وائل عبد العال اللي هو مساعد الاول للدكتور مجدي يعقوب في مؤسسه مجدي يعقوب للقلب. تمام. بس هو اعتذر للاسف لحاله صحيه. جميل. انا هستاذنكم واستاذن كل الساده المشاهدين، هنطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل معكم مره ثانيه ببرنامجكم شباب على الهواء.
اهلا بكم مره تانية بعد الفاصل. والحقيقه لما نيجي نتكلم على الدور اللي بيقوم بيه تيد ميد لازم نركز عليه باستمرار ونشوف ايجابياته ونشوف سلبياته. احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور احمد خالد، دكتور جراحه العظام، وكان احد المتحدثين في المؤتمر. الو دكتور احمد. دكتور احمد. دكتور احمد خالد. طب نعود الاتصال مرة تانية بدكتور أحمد خالد، وأرجع لضيوفي وأروح لدكتور محمد. هل حضرتك شايف إن الطلبة واللي كانوا حاضرين المؤتمر بكافة تفرعاتهم وتخصصاتهم قدروا إن هم يوصل لهم الاستفادة اللي حضرتك كنت بتتمنى إنها توصل لهم ولا لأ؟ لا طبعا وصلت. هم جود listeners. والاسئله بقى اللي جاتني بعد كده مستمعين كويسين هم. فبعد لا كده هو الشباب بس من خلال لا بالعكس والله. يعني يمكن الشباب مظلوم، الشباب بس محتاج يعني يعرف افكار جديده وتفكر بطريقه تفكيره برضه، ما تفكرش من 40 سنه و50. ايه مقصودك انها تفكر بطريقه تفكير؟ انك تشرح انت صح بس في حاجات كذا انا صدفت. لما تقول له على خبرتك الشخصيه وايه اللي حصل لك وايه اللي استفدت منه، اكيد هو هيقتنع. لكن ده لا وده صح، ما حدش هيقتنع من الشباب انكلودينج ولادنا يعني. تمام. ما فيش حد بيقتنع بالكلام ده، بس لازم تديله مثل حاجه يعني. تمام. فالاسئله الحقيقه عجبت بيها جدا بعد التوك وفي البريك اللي كانت في النص. كل كان قاعد يسال وطب ويعمل ايه وتنصحني بايه وكده. فكانت لا انا يعني ضحيت بالويك اند بتاعي بس، كنت حاطط ايدي على قلبي بس. لا بالعكس، ما احنا اتفقنا قوي. احنا اتفقنا في الفاصل بقى يا دكتور ان احنا مع الشباب طبعا احنا لسه شباب طبعا. لا طبعا حضرتك لسه شباب. بس دكتور يعني حضرتك زي ما انا ما قلت التايتل، حضرتك استاذ طب وجراحه العيون كويس. هل الخبرات الموجوده في طب وجراحه العيون هي نفسها ممكن تكون الخبرات احنا في حاجه ليها مثلا في جراحه العظام؟ طبعا هو في التخصصات الاخرى هو سيستم، هيلث كير سيستم انت بتطبقه بقى في صدر وقلب، بتطبقه في العيون، بتطبقه في العظام، بتطبقه في اي حاجه. بس السيستم احنا اللي مفتقرينه. مفيش سيستم. يعني المفروض محمد انور مشي، هيجي اسامه حجازي هيمشي على نفس البوليسيز والبروسيدجرز والجايد لاين الموجوده، ممكن يطورها بس في سيستم ماشي. بتشيل شخص وتحط شخص. انت شلت ترس في آلة، الآلة دايرة، مش كل واحد يجي بيلخبط اللي قبله صح ويطلع اللي قبله غلط. هي دي اللي احنا مفتقدينها على فكره. ودي اللي مرجعانا ورا. وهي دي اللي مرجعانا ورا. هي دي اللي مرجعانا. لازم يبقى في سيستم، وكل واحد يجي جديد يقرا البوليسيز والبروسيدجر ويلتزم بيها. بمجرد ما يوقع لي انه قرا البوليسيز والبروسيدجرز، لو حصلت غلطه انا براجع هل هو ماشي حسب البوليسي والبروسيدجرز. لو ماشي حسب البوليسي والبروسيدجر ما اقدرش اعمل له حاجه لانه ماشي حسب السيستم. ممكن اعدل في البوليسي لو لقيت فيها ديفكت، لكن لو مش ماشي هي دي بقى المشكله. يبقى انت بتلخبط السيستم. تمام. ولخبطه السيستم في الهيلث كير دي حاجه مش كويسه. اثرها السلبيه كبيره. اثرها المريض بتبقى كبيره يا دكتور. طبعا احنا عايزين نوضح الاثر، لان اللي هو الاثر كل ما هيكون كبير كل ما هتكون السلبيات اكبر، كل ما هيكون النتيجه اللي بعد كده المترتبه على المجتمع ككل كبيره. يعني انا كنت اول كلمه يمكن هم يفتكروا قلت انا والدي كان بيشتغل بالقضاء، كان رئيس محكمه نقض وكده، كان دايما يقول لي وانا بذاكر وانا اديهم في 5 طب. خلي بالك في حديث على الرسول عليه الصلاه والسلام ان في قاضي في الجنه وقاضيين في النار، بس في دكتور في الجنه و10 في النار. لان انتوا بتتعاملوا في صحه ناس. ده اللي حبيت اوصل لهم. تمام. الطب ما هواش دي رساله. لا وجملته قويه. يعني شوف الكلام ده من كام سنه انا لغايه دلوقتي بسمع وخلاص لزقت في وداني فبسمعها على طول. تمام. طيب دكتور اسامه، الصعوبات اللي واجهتكم؟ والله الحمد لله. يعني انا يعني الواحد بعد اللي شافه امبارح نسي اي حاجه، نسي اي مشاكل. ما هو انت النتيجه كانت جميله، بس في نفس الوقت اكيد في صعوبات تطرقتوا ليها ودي هتكسبكم خبرات خلال الفترات الجايه. طبيعي. تمام. بما اننا بنتكلم عن الخبرات زي ما دكتور محمد بيقول، اللجنه المنظمه ككل كانت فعلا يعني احنا ما كناش بننام اخر شهر ده مثلا. ما فيش نوم خالص. كان كل واحد فينا في اللجنه المنظمه سهران ان هو همه ان المؤتمر يطلع زي ما طلع بالصوره اللي احنا شفناها امبارح. الحمد لله. يعني احنا بالكلام اللي انا بسمعه من الدكتور محمد واللي سمعناه امبارح من الحضور، ناس كانت فعلا راضيه عن الامور. وكان الحمد لله زي برضو ما رامي شكر سيد رئيس الجامعه استاذ الدكتور علي شمس الدين، كان هو مسهل لنا، والسيد محافظ القليوبيه كانوا مسهل لنا الاجراءات جدا
لحجز قاعه، لكل الكلام ده يعني. بس كل ده في بنها. بالظبط. احنا عايزينه على مستوى الجمهوريه بقى. هل في خطه موضوع لده ولا لا؟ احنا اصلا الجمعيه العلميه دي ممثله في 23 جامعه على مستوى مصر. كويس. يعني فيها كليات طب. تمام. وهم كان في ناس مدعوين وفي ناس حضرت بالفعل. تمام. والفيديوهات كده كده متسجله. ويعني احنا برضو يعني نسيت اوضح ان الاستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحه كان موجه رساله لشباب الاطباء اتذاعت امبارح، والفيديوهات اللي احنا سجلناها امبارح لكل الناس المتحدثين اتسجلت وهتروح مكتب سياده الوزير للاطلاع عليها يعني. جميل. طيب دكتور رامي، في حركه او نشاط لتيدكس وانتوا تدمن، انتوا زي بعض ولا انتوا مختلفين ولا انتوا ايه بالظبط؟ بس انا عايز اعرف. هو نفس هي الاثنين تبع حاجه واحده بس. تيد. هي تيد بتهدف لنشر افكار عباره عن اللي هو تكنولوجي وديزاين وانترتينمنت، اللي هو التكنولوجيا والتصميم والمتعه او الكلام ده. دي منظمه تيد انترناشونال اصلا. يتبعها بقى انا لو حابب اقدم مثلا اخد رخصه دوليه ان انا انظم حدث اسمه تيدكس، او اللي هو بتلاقي على طول اللوجو بتاع تيدكس مكتوب تحت كده اكس يساوي independently organized event، يعني انا بنظم حدث منظم ذاتيا بعيد خالص عن تيد نفسها. ده انا بقى ممكن استضيفه في بنها، يبقى تحت اسم تيدكس بنها، تيدكس بنها يونيفرسيتي، اي اسم. انما تيد ميد اصلا الحدث الاساسي بيذاع في امريكا، وهي منظمه تبع التيد هي اللي مقدمه واخده الجرانت من تيد اللي هي تنظمه، عشان كده اسمها تيد ميد. بس كل الحدث بيهدف للمجال الطبي. ازاي تطور المجال الطبي؟ كان هو الاسم بتاعه Unlocking Imagination in Service of Health and Medicine، يعني اكسر حاجز التخيل ازاي قدام خدمه الصحه والطب. ده الاسم بتاع الايفنت السنه دي. تمام. السنه دي اول سنه اصلا يتعمل تيد ميد في امريكا في مكانين. يعني هم بيسمعوا بعض لايف. تمام. واحنا بنسمعهم الاثنين لايف. السنه اللي فاتت كان معمول في واشنطن، السنه دي معمول في واشنطن وسان فرانسيسكو. عاملين ستيج مخصصه ليهم، بيذيعوا الحدث هنا وهنا، في سبيكرز من هنا في سبيكر. بس عاوز يعني انبه او الفت انتباهنا لحاجه واحده، ان التيد ميد السبيكرز اللي فيهم مش كلهم دكاتره زي ولا كلهم ليهم علاقه بالمجال الطبي. ممكن اجيب مثلا واحد مهندس يتكلم ازاي هو في مجاله كمهندس يخدم الطب، ازاي واحد ديزاينر او مصمم يخدم الطب في مجاله، وهكذا. ما كل الامور دي هي كلهم بيخشوا في مجال واحد. هم بقى بيحبوا يعني يكسروا الحاجز ده، يخشوا للناس من الناحيه دي. تمام. طيب احنا هنشوف تسجيل خاص لكلمه وزير الصحه لشباب المؤتمر، نشوف ونعود معكم مره ثانيه لبرنامجكم شباب على الهواء. ابنائي الاطباء، شباب الاطباء وابنائي دارسي الطب، أود أن أرحب بكم وأتمنى أن أكون معكم دائما لمناقشة كل ما هو جديد في تطوير النظم الصحية. فأنتم الدعامة الأساسية للمستقبل، وعلى أكتافكم ستقوم كل النظم الصحية الحديثة وكل تطوير في النظم الصحية. كما تعلمون أن تطوير النظم الصحية لابد أن يخضع لإجراءات وقواعد وقوانين. إذا كنا نتحدث عن تطوير المنشآت الصحية على سبيل المثال، فلابد أن نضع في اعتبارنا المحاور الأساسية لتطوير المنشآت الصحية. إذا كنا نتحدث عن محور البنية التحتية والبنية الإنشائية، محور التجهيزات الطبية، محاور التشغيل وطرق التشغيل الحديثة وكيفية ربط طرق التشغيل الحديثة بالميكنة ووحدة أساليب تكنولوجيا المعلومات. ولابد أن نضع في اعتبارنا أيضا محور الموارد البشرية وطريقة إعداد الفريق الطبي بصورة عامة لكي يؤدي المطلوب منه في النظم الحديثة الطبية. فنعلم جيدا أن مكونات النظام الصحي تعتمد أساسا على التمويل رقم واحد. لا نختلف أن التمويل هام جدا. ده جزء من كلمة وزير الصحة والسكان لشباب المؤتمر. في نهاية اللقاء حابين تقولوا ايه؟ هبدأ بيك دكتور رامي. حابب اقول لكل واحد او كل طالب لسه داخل كلية طب او اللي هو ما يحطش نفسه في اطار المذاكرة وان انا اجيب التقدير وخلاص. في حاجات تانية كتير جانب المذاكرة، ذاكر وهات تقدير وكل حاجة،
بس شوف الناس بره بتعمل ايه، شوف الناس بره بتفكر ازاي. ما تقولش ان هذاكر من كتاب او تقول هو نظام كده في مصر وتفضل بالنظام ده في مصر. حاول تطور من نفسك. تمام. دكتور اسامه. هو انا هبدا كلمتي بنفسي، يعني انا نفسي فعلا ان الطالب في كليه الطب في مصر يجري ورا المعلومه، ما يجريش ورا النمره عشان يتعين في الجامعه. كويس. يعني انت اتعلم صح واشتغل في اي مكان، ما هياش نهايه المطاف سواء اتعينت في جامعه او ما اتعينتش. تمام. ونفسي فعلا الدكتور يرجع زي ما كنا بنقول زمان، الدكتور حكيم كان عارف بكل مجالات الدنيا مش الطب بس. ده فعلا اللي انا نفسي فيه. تمام. دكتور محمد، هما سؤالين وانا مخلي حضرتك في الاخر عشان السؤال الاولاني اللي هي الكلمه اللي تحب تقولها في نهايه اللقاء، بس ده هخليه تاني سؤال. السؤال بقى الرئيسي يعني بتاعي، حضرتك زي ما التايتل استاذ طب وجراحه العيون، ليه دكاتره واطباء جراحه العيون بيلبسوا نظارات؟ لا عادي، انت لو تقصد الليزك دي عمليه تجميليه، يعني عمليه ما هياش مش بترجع النظر زي ما كان. بس انا مبسوط بشكلي بالنضاره. لا بس ما انا عارف. لا يعني دايما انا بقولها، اصل في ناس فاهمه غلط. الناس بتخش تسال هو ليه، فاحنا النهارده انا بسال حضرتك السؤال عشان نوصل المعلومه للمشاهد. ان انت لو متضايق من شكلك بالنضاره اعمل ليزك، اوكي. عمليه سيف ما فيهاش اي مشكله. مستريح بشكلك بالنضاره كويس. تمام. هو الليزك هيوصلك للنظر اللي انت شايف بيه النضاره، يمكن احسن سنه في بعض الحالات. تمام. فده الرد على سؤالك يعني. رد على سؤالك، وعلى فكره بنساله كتير يعني. ما انا عارف، بس احنا كنا بنقول نساله في الاعلام بقى عشان يعني حتى كان حاضر في مؤتمر، كان في جورج واينج ده من الناس اللي ابتدعوا الليزك. تمام. وهو بيلبس نظاره وسالوه وكان رده زي ردي. جميل. طيب في نهايه اللقاء حضرتك تحب تقول ايه لكل الشباب والاطباء؟ يعني طبعا انتوا اخترتوا طريق صعب، طريق محتاج مذاكره على طول، قرايه على طول، وانك تبقى اب تو ديت، وانك تقرا، ولان اللي بتقراه بتنفذه، ولازم تطور من نفسك كل شويه. مهنتنا مختلفه عن اي مهنه تانية، بس ثوابها عند ربنا كبير جدا يعني. فامشوا على الطريق ده حاولوا تجودوا في الرعايه الصحيه، تفهموا يعني كواليتي. انا حاولت افهمه امبارح يعني ازاي تاخد قرار. الديسيشن ده مش اول ديسيشن هو اللي بيبقى صح. حط كذا حاجه، لو عملتش ممكن اعمل كذا واعمل كذا، وشوف مين الانسب بالنسبه للحاجات اللي انت عايزها. هم اللي هيعالجونا بعد كده وهم المستقبل. فاحنا لازم برضو ناخد بالنا، يعني برضو كل الدكاتره الكبار لازم ياخدوا، لان انا ملاحظ في مصر تعليم شباب الاطباء قل بدرجه كتيره، ما بقاش زي الاول. اساتذتنا زمان كانوا بيقعدوا معانا زي بالظبط، حتى في البيت انا كان والدي بقعد معاه اكتر ما انا بقعد مع ابني. الدنيا هكتك بقت. ف برضه لازم الدكاتره الكبار يقعدوا يعلموهم. تمام. لان هم دول اللي هيتيك اوفر بعد كده، هم اللي هياخدوا الموضوع. اكيد. استاذ دكتور محمد خلف، استاذ طب وجراحه العيون واحد المتحدثين في مؤتمر تدمد، بشكرك جدا على وجودك. شكرا ليك، شرفتني ونورتني. دكتور اسامه حجازي رئيس العلاقات العامه للمؤتمر، شكرا ليك. شكرا. دكتور رامي عبد الله سكرتير الجمعيه العلميه ورئيس اللجنه المنظمه للمؤتمر، شكرا ليك، وبتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يبقى في نجاحات قادمة بإذن الله أكتر. شكرا ليكم شبابنا ومشاهدينا في كل مكان. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نتواصل معكم مرة تانية ببرنامجكم شباب على الهواء. بكاسات خمرتي وأستمع الألحان في حان حضرتي. أطوف أطوف على ذاتي، على ذاتي، على ذاتي
بكاسات خمرتي بكاسات خمرتي وأستمع الألحان أستمع الألحان في حان حضرتي. نعم نعم أستمع الألحان